السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام دائما زي ما تعودنا بالصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. النهاردة بنتكلم على وزير الأوقاف الشيخ الفاضل المحترم اللي أمس طبعا شفنا مجلس النواب هجوم عنيف عليه. الراجل يعني لو انت صح ماشي بما يرضي الله ما كنت شفت النواب بتقول لك كده. يعني احنا وزارة الأوقاف دي يعني متعودين دائما هي اللي بتشيل كل حاجة في المساجد. أبسط حاجة احنا عندنا في القرية والله مسجد لسه يعني شغال من فترة، لحد الآن مش متعين له إمام رسمي ولا أي حاجة غير عامل النظافة اللي بيكون موظف في كل جامع، وواحد بس مش أكتر من كده. افرض واحد ده تعبان، أي مشكلة فيها عنده مين يسد مكانه؟ وبعدين الناس بتتكلم بتقول لك اي واحد يأذن، مش مستحيل اي حد يأذن في الجوامع الجوامع والمساجد احنا عندنا اللي يأذن بيأذن بصوت حلو وراقي، صوت يجذب الناس للمسجد. والله العظيم يعني في ناس لا يعني هي كلها الاصوات والتكبيرات لله، بس اما احكي ان لازم الصوت يكون بيتعلم نبرة الصوت ازاي يأذن. يعني احنا في الاوقاف اكيد يعني الناس بتختبر الكلام ده، وفي ناس للكلام دي بيتعلم نبرة الصوت ازاي يقولها، ازاي ينطقها، ازاي يمد في الاذان وازاي يأخر في الاذان. ما علينا. الخطيب تلقاه بيتكلم كلام بلدي يعني في 10 دقائق ربع ساعة الخطبة انتهت، تطلع من الخطبة مش عارف اصلا هو قال ايه ولا وصل لك المعلومة ازاي. احنا بنطالب من الازهر تتدخل. الازهر هي لازم تتدخل في الموضوع بتاعت وزاره الاوقاف دي. حاليا الراجل بتاع وزاره الاوقاف ده ما ينفعش صراحه يعني. لما يكون اي شيء في المسجد فرش ما يجيبهوش. يعني ما فيش اي حاجه عاملها للمساجد، بالعكس حاليا المساجد دايما طالعه بالناس. يعني مسجد يتبرع، انا بتبرع بالارض، ده بيتبرع بمبلغ كذا، الناس بتجمع مع بعضها وتبني المسجد. وفي ناس الله يجزيها خير من دول تانية بتتبرع بالمساجد، كويس. لكن حاليا انت مخلي الارض، يعني حتى الارض لو واحد عايز يتبرع في حته ارض بيجي سعرها مهول وحتى هو بيستخسر يقول اتبرع عليها، طب انا محتاجه. كان زمان الناس تتبرع، دلوقتي خلاص الدنيا بقت يعني مش عارف اقول لكم، هي كله عارف وفاهم. خلاص ضاقت على الناس، والناس بقت الله والله يكون في عونها ويعوننا والله العظيم عليه. المهم خلاصة الكلام، الراجل ده وزير الاوقاف يا ريت يحترم سنن اللي احنا ماشيين عليه ومبادئ وزارة الاوقاف من ساعة من قبل ما تجي انت. وزارة الاوقاف اكيد بيخش لها سنويا من الحكومة، ليها يعني اكيد ليها صرفية بيتحط لها في الوزارة. اكيد مش احنا ما نتكلمش، اكيد ليها الكلام ده. بيروحوا فين؟ طيب انت بتعمل ايه بيه؟ ايه اللي بتعمله يعني جاي تقول بس في على التلفزيون احنا فتحنا 15 مسجد، احنا السنه دي فتحنا 10 مساجد منين؟ وزاره الاوقاف مش هتبني منهم مسجد. يا اخي انا والله ما شفت الحد اللي انا عندنا في قريه فيها يطلع 10 مساجد وزاره الاوقاف مش عاملاه. لا بالعكس، ارض الناس وفلوس الناس، وكمان بنشحت عشان خاطر نوصل كهرباء، عشان خاطر نجيبه خليه يجيبوا امام، عشان خاطر نجيبه. ربنا يسترها علينا وعليكم ان شاء الله. ويا ريت الناس تهتم بالدين. اصلك الدين ده والخطب في الجمعه بتوعي الناس. الله اعلم ممكن واحد انت بتقول له كلمتين في خطبه حلوه خلاص فهمها واستوعبها، ممكن هيروح يعمل نصيبه رجع منيه. بس بتفهمها له بطريقه علميه وبطريقه يقدر يوصل لها هو. كل قريه وكل مكان وكل محافظه ليها شيوخ معينه، امامات معينه تقدر تفهم، عارفه اصول ايه اللي ماشي عنده، تقدر كيف يوصلوا المعلومه صح في دماغه. نتمنى من الناس الأئمة المحترمين اللي على راسنا من فوق في مصر يا ريت يهتموا بموضوع الخطب ده. مش مشكلة الناس الخطبة خدت 20 دقيقة عادي، ايه يحصل يعني؟ لا يتفصل، لا يحصل له ايه؟ لا حرام عليكم اتقوا الله، اتقوا الله. احنا هنا في السعودية ما شاء الله الله اكبر، بروح الخطبة في المسجد والله بيلحق حتى الواحد
يعني بيحب يسمع الخطيب اكتر مده ممكن. لكن خلي الخطب تبقى كده مستوعباها الناس، والناس شايفاها بمبدأ حلو، والناس تتقبل على الصلاة بقبول حسن. مش يروح يقولها حصل لي وخلاص، لا. عشان يروح الناس خليها تروح. ده الإمام محمد هيخطب النهارده، الإمام أحمد. خلي الناس تروح كده تتشجع للمساجد، ويبقى في خطبة فيها روح حلوة، وفي الأذان الأذان صوت الأذان يبقى فيه روح حلو. اتمنى من الناس والناس المحترمه اللي هتشاهد الفيديو، يا ريت تشاركونا رايكم، ونتمنى منكم تكونوا باذن الله في صحه تامه. لا تنسونا بدعمكم للقناه والاشتراك في القناه. مع تحياتي لكم في امان الله وحفظه.